السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، مرحبا بعائلة مطبخ ملال وبزوارنا الجدد. نتمنى تلتحقوا معنا في قناة مطبخ ملال. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الوصفة أو الغداء، واحد العراضة صغيرة درتها مع كنديرها للوالدة وديما كنعرض عليها. فاليوم غنقدم لكم واحد الوصفة ديال الغداء خفيفة، غير بالسردين في الفران وشي شهيوات معاها. بقاو معايا من الاول حتى الاخر. وقبل ما غادي نبدا ديك الوصفه راه درت واحد الغديوه للابن عندي، هي باش بديت الفيديو باش نوصلها ليه وعاد نكمل الغدا ديالي. وشكرا للحضور ديالكم، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وانضموا لعائلة مطبخ ملال. وجزاكم الله خيرا. بلا ما نطول عليكم نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. هنا عندي هذا هو اللي غادي ندير في الفران، هذا السرديل. وعندي هنا واحد شوية الشطور كنخلط معاه غنقليه. دابا غادي نبداو هذا. عندي هنا بصلة، جوج بصلات تقريبا المهم قطعين. شي راه درتو قليل لحقاش انا قلال اصلا مكترش. الدري عندي متياكلش تقريبا، كيفاش ياكل لي هادشي؟ بطاطا مسلوقة، هادشي جزر مسلوق حتى هويا. عندي هنا شوية ديال الجلبانة حتى هي مسلوقة. تحاولوا تغيروا الروتين. ناكل على 4 مثلا، ندير الحوت. عندي هنا شوية الفلفلة. غادي نديرو الحوت من الفوق. الحوت راه مشرمل، درت ليه الحامض والثومة. مديرش بزاف كما كتشاهدو. بعدا غنضيف واحد شوية ديال الفلفلة من الفوق. هنا عندي ديك الصلصة اللي كنت صورت معكم، غنضيف ليها شوية الربيع، معناس والقزبور. نضيف ليه واحد شوية الماء، غير واحد نصيص د الماء. هي غادي تهبط مع الطياب. واحد شوية الملحة، واخا راه عندنا شوية الملحة هنايا، نضيفو غير شوية. كلشي مسلوق تقريبا في الملحة. واحد شوية الإبزار، شوية الكمون. في الأخير عندي واحد شوية ديال زيت البلدية، زيت الزيتون. نديو الفران يطيب على مهل من التحت، وبديت تشعلو ليه واحد شوية من الفوق ممكن تشعلوه. هذا واحد الغدا ديال ابن عندي، ودراسايل كدير ليه بيتزا. الصلصة اللي صورت معاكم هي هذه. هذا الطون وشوية الفلفلة والبصلة، وكنحك مع هذاك فرماج
باش كيتجمع هذاك الثوم مع الفلفلة. أنا اضطريت فيه بالفرماج يعني بيتزا عامرة معبرة، هو ما تيبغيش الزيتون وما تيبغيش اسمي. هادي هي بيتزا وجدات، غنخليها تبرد شوية باش نعملها ليه في الطاسة. عندي واحد شوية ديال الخضرة بغيت نقليها ولا نسوطيها. هاد البطاطا هادي راه مسلوقة. عندي بطاطا وخيزو، شوية خيزو وشوية اللوبيا حتى هي مسلوقة. غادي نبدا بهادي، نعمل ليه واحد شوية ديال الإبزار نفس الطريقة اللي غنديرو لهادي. غادي نديرو الخيزو واللوبيا وشوية الملحة وشوية الربيع. من الأحسن إذا كان الربيع حي، هذا عندي كان عندي في الثلاجة. شوية الزيت، هادي غادي نقليوها ولا نسوطيوها ماشي بزاف، واحد 15 دقيقة ولا 10 دقائق حتى كتبان لكم مشروطة، كتسمى وصلات. عندي درتهم في الطحين اللي قلت لكم غنقلي، دابا غادي نديهم نقليهم في الزيت هادو. قبل ما نوريكم التقديم غنوريكم الروينة اللي خلات هاد الطبخة هادي. ودابا هاد الروينة كلها ياك اللي دار شي حاجة مسنيه بيديه بكا مسنيه ياك. حنا وصلنا لنهاية الوصفة ديالنا. الوصفة هذا هو الحوت في الفران. هذه البيتزا اللي كنت عملت الابن ديالي، وهذه هي الخضرة مسوطية. عملت هنا ديك مطيشة اللي كنا السلة، مطيشة السيغيز، حتى هي كتقدمو بحال هاد الشكل. درتها هنا وهنا وهنا. هذا حوت قليتو وهذا هو التقديم. وحنا قلال انا ومرات الدار ولا امين ياسين والوالدة ديالي كنعيط ليها. وهذا هو المندالين اللي صيرت، تا هو كتقدمو بهاد الطريقة هادي. صحة وراحة وشكرا للحضور ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.